بعد موت الظاهر بيبرس وتولي السلطان محمد بن قلاوون، المغول جهزوا أكبر حملة بقيادة محمود غزان، اللي ادعى إنه مسلم وقال إنه جاي يخلص المسلمين من ظلم المماليك. جيشه كان 120 ألف مقاتل وزحف بيهم على الشام. لما السلطان عرف، بعت جيش حوالي 100 ألف واتقابلوا في معركة وادي الخزندار. المعركة كانت عنيفة جدا، والمسلمين اتعرضوا لهزيمة صعبة، والمغول دخلوا حلب وارتكبوا فيها مذابح. الناس وقتها اتأكدوا إن محمود غزان مش مسلم زي ما بيقول. بعد كده المغول اتحركوا لدمشق. في دمشق كان شيخ الإسلام ابن تيمية خرج وسافر مصر عشان يشجع السلطان والناس، وفعلا قدر يرفع الهمم. السلطان محمد بن قلاوون جمع جيش جديد عدده 50 ألف، وقرر يخرج معاهم بنفسه عشان يقوي عزيمتهم. قبل المعركة خطب ابن تيمية في الجيش خطبة مؤثرة جدا. الجنود بكوا واتأثروا، والسلطان حلف إنه يقاتل لآخر نفس. بدأت الحرب، والمسلمين قتلوا قتال شديد. معنوياتهم عالية جدا من خطبة ابن تيمية ومن وجود السلطان معاهم في الصف الأول. بعد يومين من القتال ربنا نصر المسلمين. المغول خسروا 60 ألف قتيل واتأثر 8,000، وغزان نفسه هرب. المسلمين استشهد منهم حوالي 4800، وكانت دي أكبر هزيمة للمغول وآخر محاولة ليهم لغزو الشام. ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة